السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده هنقول مع بعض كده أهم القوانين اللي كانت في الفصل الخامس سريعا كده كملخص علشان أغلبيتكم بيتوه فيها. بعد كده هنقول هو يعني إيه الاحتمالات اللي ممكن يربط بيها الفصل الخامس بالفصول التانية، علشان هو بيربطوا كتير قوي بفصول تانية، وإن شاء الله يعني يكون مبسط عليكم بإذن الله. طيب احنا أول قانون خالص خدناه كان اسمه قانون فين. وقانون فين ده بكل بساطة إن إحنا كنا بنقول إن اللامدا مينيمم واحد على لامدا مينيمم اتنين. لو هتقارن ما بين طول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع لجسمين، فهتقول بتساوي تي اتنين على تي واحد، اللي هي درجة حرارة الجسم التاني عن درجة حرارة الجسم الأول. ليه؟ لأن درجة الحرارة كانت بتتناسب عكسيا مع الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع. ولكن خلي بالك إن درجة الحرارة هنا كانت بالكلفن، وكنا بنقول إن تي كلفن بتساوي درجة الحرارة بالسيليزيوس اللي هي الدرجة المئوية، يعني زي 273. تمام. تمام. طيب ده كده كان أول قانون عندك في الفصل الخامس. القانون اللي بعد كده كان قانون آه، بتاع بلانك، لما كان بيقول إن طاقة الفوتونات أو طاقة أي فوتون بتساوي اتش في نيو. ممكن نشيل النيو ديت ونحط مكانها سي على لمدا. كنا بنقول بتساوي اتش في سي على لمدا، بس القانون ده كانت وحدة قياس الطاقة فيه بالجول، وناخد بالنا من الموضوع دوت. تمام. تمام. القانون اللي خدناه بعد كده في الفصل الخامس كان في أنبوبة أشعة الكاثود. كنا عندنا حاجة اسمها جهد التعجيل، وكنا بنقول جهد التعجيل دوت الجهد اللي كان ما بين الأنود والكاثود علشان تعجل بيه الإلكترونات عشان تروح تصطدم بالشاشة الفلوروسية. وكان بيشتغل بالمعادلة ديت إن طاقة الحركة العظمى اللي بتكتسبها الإلكترونات، كده كده أنا عارف إن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. ولكن الأجسام المشحونة أو الجسيمات المشحونة لما بتعجلها تحت فرق جهد، برضو ممكن تقدر تحسب طاقة حركتها عن طريق إن أنت تضرب شحنة الجسم دوت أو الجسيم دوت بفرق الجهد اللي هو اتعجل فيه. فكنا بنقول بما إن في أنبوبة أشعة الكاثود الجسيمات المعجلة أو الجسيمات المشحونة كانت إلكترونات، فكنا بنضرب شحنة الإلكترون. شحنة الإلكترون كانت رقم ثابت اللي هو 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب والام اي ديت كانت كتلة الالكترون كانت ب9.1 في 10 أس سالب 31 كيلو جرام. تمام كده. تمام. طيب كان عندي بقى في الخلية الكهروضوئية كان عندي حاجة اسمها بقى ايه جهد الإيقاف. كان بيشتغل بنفس المعادلة إن طاقة الحركة بتساوي نص كتلة الإلكترون في مربع سرعته، وبتساوي اي في. تمام. تمام. ده كده كان ايه كانت القوانين اللي موجوده، يعتبر يعني احنا القانون اللي كان موجود في او القوانين اللي كانت موجوده في اول درس. بس طبعا لسه الخلايا الكهروضوئيه كان فيها قانون تاني. كان القانون بتاع ايه؟ احنا كان عندنا اينشتاين لما عمل فروض اينشتاين وفسر الخليه الكهروضوئيه، كان بيقول ان في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون طاقه الفوتونات اصغر من داله الشغل، وده معناه ان التردد بيكون اصغر من التردد الحرج. والحالة التانية، طبعا الحالة الأولى دي لا تنبعث فيها إلكترونات أصلا، ما بيحصلش فيها أي انبعاث. إنما الحالة التانية والتالتة كان بينبعث إلكترونات، بس كان بيبقى في فرق ما بينهم. الحالة التانية كان طاقة الفوتونات بتساوي دالة الشغل، وساعتها ده كان بيبقى معناه إن التردد بيساوي التردد الحرج. كنا بنقول بالكاد تنبعث الإلكترونات من السطح. وده كان بيبقى معناه إيه؟ بيبقى معناه إن مفيش طاقة حركة، الإلكترونات بتنبعث بدون طاقة حركة. كان طبعا في الاحتمال الثالث، وده اللي عليه القانون واللي عليه المسائل كلها يعتبر، ان طاقة الفوتون كانت اكبر من دالة الشغل، وساعتها كنا بنقول ان التردد كده اكبر من التردد الحرج، وكنا بنحققها من المعادلة ديت. طبعا كان الالكترونات بتنبعث بطاقة حركة. كنا بنقول ايه بقى؟
مهم جدا أوي ده. كنا بنقول يا مستر إن والله طاقة الفوتون بتتقسم على حاجتين: دالة الشغل وبعد كده طاقة حركة. والله هي أكبر من دالة الشغل، فبيتاخد منها جزء لدالة الشغل، والجزء التاني بيكتسب الإلكترون كطاقة حركة يقعد يتفسح بيها براحته بقى. تمام؟ تمام. وكنا بنفك، كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن طاقة الفوتون ممكن نفكها ل H في نيو، ودالة الشغل بتتفك ل H في نيو سي. طيب طاقة الحركة ممكن نفكها لإيه؟ ممكن نفكها لنص الكتلة في مربع السرعة. طيب لو عاوزين نفك تاني هنقول إيه؟ هنقول إن الطاقة بتتفك ل H في سي على لمدة، ودالة الشغل ممكن نفكها ل H في سي بس على لمدة سي اللي هي طول الموج الحرج، زائد اي في اللي احنا ممكن نفك دالة سوري نفك طاقة الحركة بدلالة الاي في. تمام كده؟ تمام. طيب فدي يعني كانت القانون ده اللي عليه معظم المسائل، وقانون مهم جدا. وكان ساعات بيجي عليه مسألة كده لذيذة، كان يقول لي ايه؟ يقول لي كان بيديني، يعني كان بيطلب معادلتين في مجهولين. يعني كان يديني يقول لي معدن نزل عليه فوتون فانبعث منه الكترونات بطاقة حركة كذا، وبعد كده انبعث منه سقط عليه فوتون تاني وانبعثت منه الكترونات بطاقة حركة كذا، وادالي بدلالة الرموز. ويقول لي في الاخر احسب لي دالة الشغل، او يقول لي احسب لي مثلا طاقة الفوتون الاول، ايا يكن اللي هو بيطلبه. ففي المعادلتين في مجهولين كنت بعمل زي الفصل الاول لما كان يقول لي ايه، لو تفتكروا الاسئله دي كانت بتيجي في الفصل الاول. كان يقول لي آه، مصدر اتوصل مره مع مقاومه خارجيه مر تيار كذا، وبعد كده توصل مع مقاومه خارجيه تانية مر تيار تاني. فكنا لما بنيجي نحسب كان يقول لي احسب بقيمه الفي باتري. لما كنت اجي احسب قيمه الفي باتري كنت بكتشف ان في مقاومه داخليه. فكنت بعمل ايه؟ بساوي الفي باتري في الحاله الاولى بالحاله الثانيه وافك واحسب المقاومه الداخليه، وبعد ما احسب المقاومه الداخليه بعوض بيها في اي معادله من المعادلتين، بقدر احسب بيها الفي باتري. نفس الفكره هنا، بس هنا مين اللي ثابت عندي؟ هناك كان اللي ثابت في باتري، هنا اللي ثابت عندي داله الشغل. فبقول خلاص، ما هي داله الشغل في الحاله الاولى بتساوي داله الشغل في الحاله الثانيه، وابتدي افك بقى. داله الشغل هتساوي طاقه الفوتون ناقص طاقه الحركه، بس طبعا هنا في الحاله الاولى وهنا في الحاله الاولى بتساوي طاقه الفوتون في الحاله الثانيه ناقص طاقه الحركه في الحاله الثانيه. وتبتدي يا معلم تحسب المجهول الاول فيهم. طبعا انت بيبقى عندك دي مجهوله، يعني اصلا داله الشغل بتبقى مجهوله، وبيبقى في واحد من الاثنين دول مجهول، فانت بتحسبه من هنا. وبعد ما بتحسبه بتاخده بقى تعوض بيه ايه في المعادله ديت او في ديت، يعني بتحسب بتعوض بيه في اي واحده من الاثنين. تمام. تمام. طيب كان مهم جدا كمان عندنا الجزئيه بتاعه الرسم البياني. انا كان عندي رسمه بيانيه مهمه جدا، كان بيبقى شكلها عامل كده. كان بيحط لي هنا الكي اي، ويحط لي هنا التردد، وبيبقى في جزء هنا مقطوع من محور، في جزء هنا من محور واي وجزء تاني مقطوع من محور اكس. طيب مهم جدا ان انا اعرف الرسمه ديت ازاي بحسب فيها الميل، عشان يعني الرسمه دي في الغالب بتيجي كل سنه، لازم تيجي كل سنه عليها سؤال في الامتحان، فنركز مع بعض. طيب الجزء المقطوع من محور واي، الجزء المقطوع من واي هو سالب داله الشغل. تمام كده. طب الجزء اللي كان مقطوع من محور اكس كان التردد الحرج يا مستر. طب الميل يا مستر كنا بنطبق معادله الخط المستقيم، فكنا بنقول ان الواي بتساوي ام اكس ناقص سي، وقلنا ناقص سي علشان الجزء المقطوع في السالب في محور واي السالب. طيب لو انت عوضت زي ما في الرسم، مين اللي على محور واي يا مستر؟ اللي على محور واي هو طاقه الحركه تساوي. طيب مين اللي على محور اكس؟ هو التردد. يبقى انا عندي الميل مضروب في التردد ناقص مين اللي موجود على محور واي؟ اللي موجود على محور واي هو الاي دبليو يا مستر. تمام كده. تمام، اللي هي داله الشغل. طب لو انا عاوز احسب الميل يا مستر من المعادله اللي قدامي ديت على طول احسب الميل، هودي ديت الاول باشاره الناحيه الثانيه مخالفه، فهيبقى عندي ان الميل مضروب في التردد بيساوي كي اي زائد داله الشغل. تمام كده. تمام. طب يا مستر ما انا ممكن اخد ديت اوديها تحت هنا. طيب
فبسيطه جدا، شيلها من هنا اهو، هتقول لي ان الميل بيساوي، وتحط التردد تحت. ركز معايا بقى، الكي اي زائد الاي دبليو ديت احنا لسه فوق اصلا كنا قايلين ان هي داله سوري، ان هي طاقه الفوتون. مش احنا لسه قايلين ان طاقه الفوتون بتساوي داله الشغل زائد طاقه الحركه؟ اه، احنا لما جينا نجيب بقى الميل كان عندنا طاقه الحركه زائد داله الشغل، ما هو دول على بعض كده يا مستر يدوني طاقه الفوتون، ولما اقسم طاقه الفوتون على النيو يديني الاتش. ما انا عندي الاي اصلا بتساوي في الواقع، هي بتساوي اتش في نيو. فانا لما اجي اجيب الميل الاقي ان الميل عباره عن اي على النيو، يبقى اكيد بيساوي الاتش اللي هو ثابت بلانك. طيب، الموضوع ده مهم جدا يا شباب، ليه؟ لان انت كده الميل بتاعك دايما هيكون رقم ثابت، هيكون ليه نفس الزاويه. يعني لو جاب لي كذا خط كده يا مستر وقاطعين من عند، يعني بص قاطعين مثلا من يعني كذا معدن مثلا وقاطعين من عند ارقام مختلفه كده اهوت، ليهم تردد حرج مختلف وليهم داله شغل مختلفه. يقول لي مثلا هات لي النسبه ما بين سيتا 1 الى سيتا 2، هتطلع النسبه 1 الى 1، لان الميل دايما نفس الزاويه. ليه؟ لان الميل دايما بثابت بلانك، وثابت بلانك ده رقم ثابت يا شباب. فنركز قوي في الموضوع دوت وما يخلوش يلخبطني. تمام. تمام. ساعات برضو يجي يعمل حركه لذيذه، يجي عند النقطه ديت كده اللي على المنحنى ويسميها لي النقطه ايه مثلا، ويجي عند النقطه ديت يسميها لي النقطه بي، ويقول لي ان هات النسبه ما بين النقطه ايه الى النقطه بي، او يسالني سؤال عليها، يقول لي النقطه ايه الى النقطه بي. طب هي النقطه ايه والنقطه بي دول هم ايه؟ داله الشغل والتردد الحرج. لما اقول داله الشغل يا مستر واقسمها على التردد الحرج هيديني برضو ثابت بلانك، ما هو اصلا داله الشغل بتساوي اتش في التردد الحرج، فبرضه هتديني ثابت بلانك. تمام. تمام. طيب، الرسمه البيانيه دي ممكن تيجي هي بس بشكل تاني، اوريه لكم برضو عشان ده مهم جدا. طيب، تيجي لك بالشكل ده كده، وهو يا عم نفس الجزء المقطوع هتبقى سالب داله الشغل، وهنا عندك فوق اهوت على المحور طاقه الحركه، بس يجيب لك هنا مقلوب الطول الموجي. فالجزء المقطوع من هنا بقى هيبقى مقلوب الطول الموجي الحرج. لما اجي احسب الميل يا مستر هنا، بص بقى ركز معايا عشان انا فوق اديتك الميل جبته بطريقه من على الرسمه بتطبيق معادله الخط المستقيم، هنا هجيبه بطريقه تانية عشان برضو تبقى عارف الطريقتين وتشوف الاسهل ليك. ممكن نقول فرق الصادات على فرق السينات اللي هي دلتا واي على دلتا اكس على طول. طب دلتا واي على دلتا اكس دي اللي هي عباره عن ايه؟ بسيطه، دلتا واي يا مستر بتقول كي اي ناقص الجزء المقطوع، الجزء المقطوع اللي هو السالب اي دبليو، واللي كان معانا في الاول عارف الموضوع دوت لما كنا بنقعد نحل الرسومات البيانيه بتاعت الفصل الاول وبتاعت الفصل الثاني. سالب السالب طبعا هيكون موجب، يعني في سالب هنا وفي سالب هنا فطبعا هتبقى موجب، وتحت طبعا في مقلوب الطول الموجي. طب ركز معايا، سالب السالب موجب يعني الحته اللي فوق دي كلها يا مستر هتبقى طاقه الفوتون، وانت قاسم على مقلوب الطول الموجي، يعني الطول الموجي هيطلع في البسط، يعني الميل يا مستر بيساوي ايه؟ بيساوي طاقه الفوتون في طولها في طول الموجي. الطاقه لو فكيتها تديك اتش في سي على لامدا، وانت اصلا ضارب في لامدا، ما هو ده الميل كله، الاي لوحدها ادتني ديت واللامدا هيت. تمام. طب اللامدا تشيل اللامدا اللي تحت يتبقى لك ان الميل اتش في سي، فهنا الميل يا مستر بيساوي اتش في سي. طب يا مستر لحظه واحده، لو سمالي النقطه ديت كده على المنحنى، سمالي النقطه دي A وسمالي النقطه دي B، وقال لي هات لي A على B، ساعتها هقول اي دبليو اللي هي داله الشغل على البي اللي هي مقلوب التردد الحرج، فهيطلع لي بيساوي داله الشغل في التردد الحرج، مقام المقام يطلع بسط. طب لما افك داله الشغل هقول اتش في سي على لامدا او الطول الموجي الحرج مضروبه في الطول الموجي الحرج، لان داله الشغل لما فكيتها ادتني دوت والطول الموجي هوت، فده فوق هيشيل اللي تحت يتبقى لك برضو اتش في سي. فمن الاخر اللي عاوز اقوله لك ان انت اصلا لما تقسم النقطه A على النقطه B اكنك بتجيب الميل، الاثنين واحد، الاثنين واحد، فما تخلوش يضحك عليك. تمام كده.
تمام. فيعني الجزئيه دي مهمه جدا، ويا ريت نركز فيها جدا، لان فعلا بيجي فيها، يعني لازم يجي فيها سؤال كل سنه. تمام، لازم كل سنه يجيب فيها سؤال. طيب، كان عندنا حاجه مهمه جدا، يعني احنا الفيديو ده كنا عاملينه للقوانين، بس في حاجه مهمه جدا في الخليه الكهروضوئيه. كنا بنقول دايما، طبعا اللي اتفرج على فيديوهات الشرح، كنا بنقول ان الشده هي اللي بتغير الشده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو هو عاوز يزود شده التيار الكهروضوئي، يبقى لازم يزود شده الفوتونات الساقطه على الكاثود او على السطح. عشان يزود الشده لازم يزود شده الفوتونات. وكنا بنقول برضو يا مستر، كنا بنقول ان الطاقه هي الوحيده اللي بتغير الطاقه. كان يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ كنت بقول لك ساعتها، يعني لو هو عاوز يغير طاقه الحركه بتاعه الالكترونات، يبقى لازم يزود الطاقه بتاعه الفوتونات. عاوز تزود طاقه الحركه اللي بتكتسبها الالكترونات، يبقى لازم يزود طاقه الفوتونات. بس ركز معايا، الشده دي ساعات بيقول عليها، يقول لي عدد الالكترونات المنبعثه في الثانيه، الاثنين نفس المعنى. وبرضو طاقة الحركة ديت ساعات يقول لي عليها السرعة. ما هو الاتنين واحد، لأن طاقة الحركة لما بتزيد السرعة بتزيد. وطاقة الفوتونات ساعات بيقول لي عليها التردد. ما هو برضو الاتنين واحد، مش لما تردد الفوتونات يزيد طاقتها هتزيد. فممكن يقول لي إذا أردنا زيادة سرعة الإلكترونات المنبعثة من كثرة خلايا كهروضوئية، فعلينا زيادة تردد الضوء الساقط. لأن لما أنت تزود التردد أكنك زودت الطاقة، وأنت عاوز تزود السرعة فأنت محتاج تزود طاقة الحركة. فهو بيلعب بالالفاظ، ولكن كلهم نفس المعنى، او كلهم بيندرجوا تحت نفس المعاني. تمام كده؟ تمام. طيب، الجزئيه اللي كانت بعد كده، بعد ما خلصنا الدرس الاول دخلنا على ظاهره كومبتون. ظاهره كومبتون كانت مهمه جدا، وكنا بنقول بعد التصادم الالكترون والفوتون، مهم قوي تعرف ايه اللي حصل لهم. الالكترون كل حاجه عنده زادت ما عدا الطول الموجي المصاحب لحركته اللي هو بتاع دي براولي. ليه يا مستر؟ تعال نفتكر. كنا بنقول بعد التصادم يا مستر الإلكترون سرعته زادت، ومن هنا طاقة حركته زادت. و- وبما إن سرعته زادت، فإحنا عندنا كمية تحركه بتساوي ام إلكترون في سرعته. فالسرعة لما تزيد كمية التحرك هي كمان بتزيد. بس يا مستر اللامدا بتاعت دي براولي كانت بتساوي اتش على ام إلكترون في السرعة. يعني بتتناسب عكسيا مع السرعة، لما السرعة تزيد اللامدا كانت بتقل. طب يا مستر تعالى لي كده معلش، قول لي ايه اللي حصل للفوتون. كل حاجة قلت ما عدا الطول الموجي، لأن الطول الموجي يا مستر زاد. ازاي يا مستر الكلام ده؟ ما هو حبيب قلبي الإلكترون لما طاقته زادت هو اكتسبها منين؟ مش هي الطاقة زادت بعد التصادم؟ يبقى هو اكتسبها من الفوتون أصلا. فبما إن طاقة الإلكترون زادت يبقى طاقة الفوتون قلت، وبالتالي تردده هيقل هو كمان عشان العلاقة طردية. ولكن طول الموجي يا مستر بيزيد، وكمية تحرك الفوتون بتساوي ام في سي. سرعته كده كده ثابتة، انما طالما كمية تحركه قلت، لان ده تصادم مرن وبينطبق عليه قوانين بقاء الطاقة وبقاء كمية التحرك. فلما الالكترون طاقته زادت قلنا ان طاقة الفوتون قلت، ولما الالكترون كمية تحركه زادت قلنا ان اكيد كمية تحرك الفوتون قلت، فبالتالي كتلته قلت. وفي هنا حاجة مهمة قوي، ان احنا كنا بنقول الالكترون ليس له كتلة سكونية. يعني وهو واقف مكانه ما عندوش كتلة. ليه يا مستر الكلام ده؟ قال لك حيث يكتسبها الجسم الذي أوقفه
من معادله اينشتاين ان الاي بتساوي ام سي تربيع، وده كانوا بيسموه قانون بقاء الكتله والطاقه. ان الفوتون وهو ماشي بسرعه ثابته، بس طالما وقف يبقى هو اصطدم بشيء وقفه، زي في الخلايا الكهروضوئيه كده. اهو بقى الشيء اللي بيوقفه ده بيكتسب طاقته كلها، بيكتسب سوري كتله الالكترون، كتله الفوتون كلها على شكل طاقه هائله وكبيره جدا، لان هي مضروبه في مربع سرعه الضوء. تمام كده؟ تمام. طيب، يبقى قلنا ان كل حاجه قلت، عشان يعني نختصر الموضوع عليكم، للفوتون ما عدا طبعا طول الموجي هو اللي زاد. تمام كده؟ تمام. طيب، في حاجه مهمه بس قبل ما نخش على الجزئيه ديت، واحنا في الجزئيه اللي فوق، عشان بقى بيسال فيها جديده يعني. يعني كان دايما يسالني على ايه؟ يقول لي بعد التصادم زادت كميه تحرك الكترون بمقدار كذا، او كميه التحرك بتاعه سوري، مش كميه يا ربي، طاقه الحركه بتاعه الالكترون بعد التصادم اللي زاد، يعني المقدار اللي زاد بعد التصادم بيساوي اصلا اي واحد ناقص اي اتنين بتاعه الفوتون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي يا مستر الفوتون طاقته كانت 10، خبط الكترون بعد كده طاقته بقت 5، فقلت لك ان الالكترون طاقته زادت بمقدار كذا. ايه هو المقدار ده؟ الفرق ما بينهم. مش هي كانت ب 10 وبقت ب 5؟ اه، طب الخمسه دي راحت فين؟ اكتسبها الالكترون. بس كده. فطريقه لذيذه كده عشان هو بيسال فيها كتير يعني. طيب، نرجع لموضوعنا. لما قلنا ان الالكترون خبط في الفوتون، ظاهره كومبتون دي كانت غريبه، لان دي بتثبت بقى الطبيعه الجسيميه للفوتونات، بس يعني ظاهره واضحه قوي يعني. فلما جه بلانك يفسرها قال لك ان هم عادي، ان الاشعاع عباره عن بلايين الوحدات من الطاقه تسمى الكم او كوانتم، وقال ان هي ممكن تتصادم تصادم مرن زي كرات البلياردو، وبينطبق على التصادم المرن دوت قوانين بقاء الطاقه وبقاء كميه التحرك. فكده الفوتونات لها طبيعه، او الضوء له طبيعه مزدوجه، او الفوتونات لها طبيعه مزدوجه، موجيه وجسيميه. فساعتها قالوا له ايه ده؟ يعني كده الفوتونات تعتبر جسيمات؟ قال لهم اه. قالوا له خلاص، طب احسب لنا كتلتها. فراح قال حاجه لذيذه قوي. مش طاقه بلانك ده قانون للطاقه؟ اه، هو القانون بتاع الطاقه بتاع اينشتاين. تعال نفك كده واحده واحده. بلانك كان قايل ان الطاقه بتساوي اتش في نيو، واينشتاين كان قايل ان الطاقه بتساوي ام سي تربيع. لو عاوزين تحسبوا الكتله يا جدعان، هيساوي اتش في نيو على سي تربيع، وانا كده عداني العيب وازح. ده اللي عمله بلانك، بس خلي بالك ده اللي في الكتاب، انا مش عاوزك تحفظ ده. امال عاوزك تحفظ ايه يا مستر؟ او عاوزك تعرف انهي قانون، لان الحته اللي جايه دي هي دي اللي بتحسس دايما الطلبه ان القوانين كتير. يعني انت لو طلعت فوق كده معايا لحد دلوقتي احنا ما قلناش قوانين كتير، القوانين كلها قليله. يعني بص تعالى اعدهم لك كده، هتلاقي واحد، او قانون اتنين، قانونين بتوع جهد الايقاف وجهد التعجيل، دول هم نفس القانون اصلا. وبعد كده اهو القانون الثالث، يعني اتنين تلاته، ادي الرابع. ماشي. ودي كلها كانت افكار. حرفيا اربع قوانين، يعني احنا ما قلناش غير اربع قوانين. يعني بتاع اي ام سي تربيه دوت هو اصلا الخامس يعني. تمام. فالقوانين قليله جدا، ولكن احنا بسبب ان احنا بنذاكر غلط بنحسس نفسنا ان هي كتيره. فركز معايا. الكتله انا مش عايزك تعرف لها غير قانون واحد يا مستر. الكتله من قانون اينشتاين بتساوي اي على سي تربيع. حلو كده. يبقى من قانون اينشتاين يا مستر الكتله بتساوي اي على سي تربيع. طيب، طب وكميه التحرك يا مستر؟ كميه التحرك انا عارف ان هي بتساوي، او تعالى بس نشخبط فوق وننزل تحت نكتب القانون النهائي على طول. كميه التحرك بتساوي ام في سي، كتله في سرعه. طيب، الام باي على سي تربيع اصلا، والسي تنزل زي ما هي كده اهوت، فالسي اللي فوق تشيل التربيع اللي تحت، يبقى عندك كميه التحرك بتساوي اي على سي. تعالى لي هنا وقول لي ان كميه التحرك بتساوي اي على سي. مش عاوزك تحفظ غير القانون ده. ما تقعدش تحفظها لي مره بدلاله الطول الموجي ومره بدلاله التردد، لا لا، هو القانون ده بس. ماشي، ادي كده ده القانون التاني. طيب بعد كده قال لك لو احنا عندنا سطح عاكس، هننزل نشخبط تحت بقى ونطلع نكمل فوق. لما جم يحسبوا القوه قال لك بص، لو عندنا سطح عاكس كده والفوتون
سقط عليه بكميه تحرك ام سي، هينعكس من عليه بكميه تحرك سالب ام سي عشان سرعته في عكس الاتجاه. احنا هنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنطبق قانون نيوتن الثاني اللي هو الكتله في العجله دوت. بس قبل ما نوصل له ساعتها اصلا كان نص القانون لو تفتكر في ثانيه ثانوي، قبل ما نوصل ان القوه بتساوي كتله في عجله، كنا بنقول او اينشتاين او سوري نيوتن كان بيقول ان القوه هي المعدل الزمني للتغير في كميه التحرك. طيب التغير عندك هنا بايه؟ لما تقول ام سي ناقص سالب ام سي، يبقى انت اكنك بتقول ام سي اهو، ام سي ناقص سالب ام سي تطلع لك بتساوي 2 ام سي. حلو كده؟ حلو. طيب تعالى كده انزل لي بقى في القوة. هتطلع بتساوي القوة ايه؟ بتساوي 2 ام سي على دلتا تي. الام سي دي عبارة عن ايه يا مستر؟ عبارة عن كمية التحرك، وانا لسه فوق قايل لك ان كمية التحرك بتساوي اي على السي. فكده القوة يا مستر هتطلع بتساوي 2 اي على السي وتحت في تي. طيب الكلام ده لو كان فوتون واحد يا مستر. طب لو عندي شعاع من الفوتونات يبقى لازم تضرب في العدد. اهو قال لك بص، شايف العدد على الزمن دوت بنسميه معدل سقوط الفوتونات. طيب فاخر حاجه عندك يا مستر كان عندك ان القوه بتطلع بتساوي ايه؟ بتساوي 2 فاي ال اي على السي. القانون ده مهم جدا. طيب بعد كده يا مستر كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا حاجه اسمها القدره الضوئيه. طيب القدره يا مستر في الفصل الاول لو تفتكر كانت المعدل الزمني او الشغل او الطاقه المستنفذه في وحده الزمن. ده كان في الفصل الاول. طب احنا هنا عندنا يا مستر عندنا لا، بنقول ان هي بتساوي ايه؟ اي على تي. هي ما هي هنا في الفصل الاول كنا بنقول عليها دبليو، هنا بنقول عليها اي زي التردد كده. في الكهرباء بنقول عليه اف، انما هنا بنقول عليه نيو. فهي تمام كده. تمام. فبنقول ايه على التي بس ده لو فوتون واحد. طب لو عده فوتونات او شعاع بنقول عليه ان الباور بتساوي، طبعا هنضرب في العدد، هنقول اي على التي بس هنضرب في العدد. ثانيه يا مستر، مش انت لسه قايل لي ان الان على التي ديت هي اصلا معدل السقوط؟ اه. يبقى انت كده عندك القدره بتساوي فاي ال في اي. القانون ده مهم جدا. اهو انت بقى يا مستر ممكن تجيب لي القوه بدلاله القدره. مش القوه احنا لسه قايلين ان هي بتساوي، بص كده، احنا لسه قايلين ان القوه بتساوي 2 فاي ال في اي. احنا لسه قايلين ان الفاي ال في اي اصلا هي القدره. فانا هقول 2 على السي والفاي ال في اي هشيلها واحط مكانها قدره. وده القانون الثاني للقوه. يبقى انا لسه ما عنديش القانونين للقوه بس. اهو القوه بتساوي 2 فاي ال في اي على السي، وهي بتساوي 2. لو شلنا الفاي ال في الاي ديت هنحط مكانها باور عشان هي بتساويهم، ونقسم على السي. ده كده يا معلم قوانين القوة اللي عندك في الفصل الخامس. أخيرا وليس آخرا لازم تقوم كاتب لي قانون القدرة بتاعك عشان ما تنساهاش. القدرة بتساوي فاي ال في اي، بس دي قدرة ضوئية. يعني ايه يا مستر قدرة ضوئية اللي انت عمال تأكد عليها كل شوية دي؟ ايوه يا حبيبي، يعني عندك مصباح زي مصباح التنجستين كنا بنقول ان الاشعاع بتاعه 80% منه حرارة و20% منه ضوء مرئي. اهو دوت بقى قدرته الضوئيه 20% او كفاءته الضوئيه 20%. يعني لو انت قال لك اتوصل بمصدر كهربي قدرته 100 واط، هو هيطلع لي 20 واط بس كهرباء او قدره ضوئيه. فتاخد بالك ان القدره اللي احنا بنعوض بيها في قانون القوه قدره ضوئيه. فلما يجي يجيب لي مصباح تنجستين ويقول لي متوصل ب 100 واط، احسب لي القوه بتاعته. فلما اجي اقول 2 باور على السي
لا انا كده لازم اعوض، مش اعوض بالقدره الكهربائيه، اعوض بالقدره الضوئيه اللي هي هتطلع 20% من القدره الكهربائيه. فاخد بالي من الحاجات ديت يا مستر، لان التريكات دي بتبقى مهمه جدا. طيب، اخر ملحوظه عاوز اكد عليك فيها، هي ان الاتنين ديت اللي في قانون القوه، الاتنين ديت لو السطح عاكس، لو السطح غير عاكس لا، لان احنا اصلا جبناها بسبب ان هو سقط على سطح عاكس. بص، لما سقط على سطح عاكس وارتد، حطينا ساعتها السالب. انما لو سقط مثلا على جسم اسود هيمتص كله، فمش هيكون فيه التغير، ساعتها هيكون صفر ناقص ام سي، فيديك ام سي على طول من غير الاثنين. يعني ديت لازم لو سطح عاكس، انما لو جسم اسود مثلا الاثنين دي مش هتكون موجوده في القانون، فناخد بالنا. لو عاوز تاخد الحته دي سكرين شوت خدها. ودي يعتبر يعني اهم القوانين اللي كانت موجوده في الفصل الخامس. طبعا احنا لسه هنكمل بس الحته الاخيره، ان بعد ما بلانك اثبت ان في طبيعه مزدوجه للفوتونات دي، طبعا دي براولي وعمل تجربه الشق المزدوج بس باستخدام الكترونات، وشال الحائل او اللوح الفوتوغرافي الحساس وحط مكانه شاشه فلوريسيه، ولقى حصل تداخل بناء وتداخل هدام، ونتج عنه هدب مضيئه وهدب مظلمه، واثبت الطبيعه الموجيه للجسيمات او الطبيعه الموجيه للالكترونات. وقال لك ساعتها ان انت من اصلا من عند بلانك كان قايل ايه؟ كان قايل ان الكتله بتساوي اي على سي تربيع. راح فاكك الاي ديت عشان يجيب منها الطول الموجي، لان هو لما قال لهم يا جدعان اصل كده الالكترونات هي كمان عندها طبيعه موجيه، قاموا قالوا له ايه؟ قالوا له لا طب خلاص احسب لنا الطول الموجي بتاعها زي ما عملنا مع بلانك وغلسنا عليه. راح قال لهم خلاص احسب لكم عادي الطول الموجي بتاعها. الاي هنفكها اتش في سي على لامدا، وهنا تحت كان عندي سي تربيع، فالتربيع هيشيل السي اللي فوق. راح قال لك خلاص لو عاوز اللامدا ديت طلعها فوق مكان الكتله وهات الكتله تحت مكانها. فبقى عندك ان اللامدا بتساوي اتش على ام في سي. قالوا له ماشي يا عم الحاج بس ده الطول الموجي بتاع الفوتونات. قال لهم عادي، ما انا لو عاوز احسب الطول الموجي بتاع الالكترونات هقول اتش على كتله الالكترون في سرعته، وده كده الطول الموجي بتاع اي الكترون، وسموه الطول الموجي بتاع دي براولي. طيب، وقال لهم بقى لو انت عاوز تحسب الطول الموجي لاي جسم هيساوي اتش على كتله الجسم في سرعته، وبرده دي كانت بتاعت دي براولي. بس كده يا معلم. ودي كانت يعني القوانين او ملخص سريع كده لقوانين الفصل الخامس بالكامل، بحيث ان هي ان شاء الله تكون واضحه قدامك ومبسطه معاك. عشان لو انت بتحس ان القوانين بتاعته كبيره وتقيله وكده، لا هي القوانين قليله وسهله وصغيره وبسيطه جدا، ولكن احنا بس اللي محسسين نفسنا ان هي كبيره عشان احنا كمان ذاكرناها غلط، وكل قانون بنفتح منه شوارع قوانين تانية. لا انت كل اللي مطلوب منك تحفظ شكل واحد بس، وتقدر تطلع الباقي منه. تمام كده؟ تمام. وبس كده يا شباب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.